بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة وخطاب الحرب العالمية الثالثة التي ألقاها الرئيس الروسي بوتين. لما نحلل الخطاب، هذا هو خطاب إعلان الحرب العالمية الثالثة. قد تندلع هذه الأيام أو تندلع بعد سنة، لكننا بالفعل نحن الآن بدأنا في الحرب العالمية الثالثة. وطبعا الجيش الروسي دخل في الأرض الأوكرانية اللي هي المنطقة الإقليمين الانفصاليين، ولكن خطاب بوتين كما سنعرض عليكم كان خطاب موجه للشعب الروسي وليس لأمريكا ولا الخارج. يقول فيه إما أن نحتل أوكرانيا أو يجري تدمير موسكو، وأن موسكو الآن غير آمنة، وأن هذه حرب وجود، إما أن نمحو أوكرانيا من على الخريطة أو تمحونا، وأنه لا حل لذلك إلا بإسقاط النظام الحاكم في أوكرانيا والسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف. وقال إن موسكو تحت رحمة الصواريخ الأوكرانية، وأن كل المدن الروسية في غرب جبال الأورال كما سنعرض عليكم الخريطة الآن تحت رحمة أوكرانيا، وأن أمريكا وأوكرانيا سوف تفككان روسيا. يعني بيحشد الشعب لهذه الحرب. وهو أيضا قال أن أوكرانيا أرضنا التي أخذوها منا، فهي أرض مسيحية أرثوذكسية وفيها اللغة الروسية أبعدوها، والكنيسة الأوكرانية دي تتبعنا أصلا، الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا. وتحدث بوتين عما أسماه المؤامرة الشيوعية، وهو لم يكمل بين قوسين اليهودية. ولكن من يتابع منكم قناة روسيا اليوم هي بتتحدث أن هناك مؤامرة شيوعية يهودية في اللي أقاموا الاتحاد السوفيتي وأسسوا أوكرانيا. وقال طبعا أن أوكرانيا أسسها الشيوعيون، وهؤلاء طبعا يعني لم يستخدم التعبيرات لكن أنا بقولها بصراحة، يقصد هؤلاء خونة أسسوا أوكرانيا ولم يكن لها وجود وهي أرضنا. فخطاب بوتين كما سنرى بيتضمن أمرين. الأمر الأول أخلاقي للشعب الروسي، احنا بنحارب معركة أخلاقية كأمة مسيحية أرثوذكسية. يجب أن نسترد أرضنا المحتلة في عهد الإمبراطورية الروسية القيصرية. وانتبهوا، هذه الأراضي تشمل في أراضي في تركيا، قارص في تركيا، تشمل أذربيجان، تشمل جورجيا، أرمينيا، أوكرانيا. حتى بوتين طلباته أنه اتفضلوا حلف الناتو اتركوا دول البلطيق. فإذا بقي بوتين حاكما لروسيا إن لم يمت أو أمريكا تغتاله أو يحدث شيء، في هذه الحالة هو بيتشجع شيئا فشيئا. وما استشعره من خطابه إنما إن طالما أمريكا لم تضع الخيار العسكري على الطاولة وهي في بوتين، مواجهة بوتين، في هذه الحالة بوتين سيواصل وروسيا ستواصل الحرب، إلا إذا الجيش الأوكراني هزم روسيا. تعالوا نبدأ يا جماعة. أول نقطة تحدث عنها بوتين الأراضي الإمبراطورية الروسية المسيحية القيصرية التي كانت موجودة قبل الاتحاد السوفيتي. وانظروا، هو لما تحدث قال أوكرانيا، خلي بالكم هذه باللون الأخضر روسيا الحالية، باللون الأصفر هذه أراضي كما قال بوتين هذه أراضي روسية. وجاء الحزب الشيوعي الخائن، الشيوعيين اللي حكموا الاتحاد السوفيتي، هذه الأراضي خرجت منهم، أو هم اللي عملوا تقرير المصير وقالوا إن هم هؤلاء الشيوعيون كتبوا في الدستور تقرير المصير، وهذا أدى إلى انفصال الجمهوريات، وأعطوا هذه الجمهوريات حق الانفصال. فقال هذه كارثة تاريخية. طبعا كان فاضل يقول هؤلاء خونة ولكن لم ينطقها يعني. فطبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين الأرض اللي انفصلت من روسيا وهو بيقول إن دي أرضنا أوكرانيا ودول البلطيق كلها، وطبعا دول القوقاز، أذربيجان، أذربيجان بلد مسلم، أذربيجان، جورجيا، أرمينيا، جورجيا مسيحية وأرمينيا مسيحية. وطبعا لو احنا ركزنا في هذه المنطقة تركيا، في جزء في شرق تركيا كانت تحتله روسيا القيصرية المسيحية. وهو تحدث في الخطاب عن نحن أمة مسيحية أرثوذكسية، والكنيسة الروسية، وتقاليد روسيا القيصرية.
طبعا معانا فنلندا خرجت ايضا من ضمن هذه الدول. وطبعا انت معاك هنا دي اوكرانيا هيت، روسيا البيضاء، بولندا هم احتلوها. يعني بولندا هو لم يقل بولندا انما قال يعني اراضينا في روسيا القيصريه، روسيا البيضاء ودول البلطيق الثلاث. وعندنا ايضا اجزاء من بلغاريا واجزاء من رومانيا واجزاء من مولدافيا. طبعا هنا البلاد الاسلاميه فيها مسلمين، وطبعا دي انفصلت عن روسيا لكن الجيش الروسي موجود فيها. ننتبه انه في اراضي في روسيا القيصريه تحتلها الصين. هذه الاراضي يا جماعه الصين الان تحتلها، وهذه الاراضي الصين بتحتلها. ولكن هو بوتين طبعا الدول كاللصوص، هو طالع بجيشه يحتل. فلان الصين قويه لا يستطيع ان يقترب منها، خلاص بيتركها. وجد اوكرانيا ضعيفه بيبدا يحتلها. فهمنا؟ وعندنا طبعا الاسكا. هو ايه اللي هيعمله بوتين؟ ده تصرفه وده كلامه ان احنا عاوزين نعيد هذه الامجاد. والله اذا وجد بلد ضعيفه، اذا وجد الظروف تسمح باحتلال ليتوانيا يحتلها، الظروف سمحت له باحتلال سوريا يحتل سوريا، الظروف سمحت له يحتل اوكرانيا يحتل اوكرانيا، الظروف سمحت له يحتل شرق ليبيا يحتل شرق ليبيا. والمبررات الاخلاقيه موجوده. انه تركيا دي اصلا كانت ارض رومانيه بيزنطيه ارثوذكسيه، الروم المذكورين في القران. سوريا ما هي ارض الروم، وقبل ارض الروم ما هو احنا عشان نقول ايه السكان الاصليين ده خرافه، لان كل سكان اصليين فيه قبلهم كان فيه الروم وفيه الفينيقيين وفيه السريان وفيه الكنعانيين و تمام. فواضح المبرر الاخلاقي موجود. المهم هو خطابه موجه للداخل الروسي. ايها الشعب الروسي، نحن بنخوض حرب مقدسه لاسترداد اراضينا. طيب الامر الثاني قال انه تاسيس اوكرانيا، هذه اوكرانيا بحدودها الحاليه، قال ان اوكرانيا هذه لم تكن موجوده على الخريطه اصلا. كلامه صحيح وغلط. لأن اللغة الأوكرانية أصلا واللغة الروسية مشتقة من بعض. والأوكرانيين بيقولوا كان في دولة اسمها روس كييف عاصمة أوكرانيا، روس كييف. بيقولوا نحن الذين أسسنا الأمة الروسية. وروسيا بتقول لا، نحن موسكو الذين وحدنا الإمارات. دي قبائل. فأنت اليوم مرة أوكرانيا بتكون فيها العاصمة، مرة روسيا بيكون فيها العاصمة، مرة بتكون دول منفصلة. يعني أنا اليوم لو عاوز أقول إن تركيا أرض مصرية سهل جدا. محمد علي باشا الجيش وصل، صلاح الدين الأيوبي كان يحكم جنوب تركيا. في عهد الخلافة الراشدة كانت مصر وجنوب تركيا دولة واحدة ضمن الخلافة الراشدة، والدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأيوبية. ولو تركيا عاوزة تقول مصر أرض تركيا نفس الموضوع. احنا كنا الدولة العثمانية ودولة المماليك. التاريخ بيعطي الحجة وضدها، خلاص. لكن هو بيقول ان في روسيا المسيحية القيصرية، واستخدم المسيحية كثيرا والأرثوذكسية. وأنا حتى لما نشرت خطابه ناس كثيرة كتبوا كنت دائما تتحدث عن ان روسيا مسيحية أرثوذكسية، وان هي القومية الروسية تعني المسيحية الأرثوذكسية وتعني اللغة الروسية، وان الديانة المسيحية محركة للسياسة الخارجية الروسية. وهو فعلا بوتين في الخطاب هكذا قال يعني، وانه روسيا عاوزة تحتل ما حولها. المهم طيب، فهو بيقول اوكرانيا لم تكن موجودة، وانه الشيوعيين بقيادة لينين وهؤلاء غالبيتهم الساحقة من اليهود، وقناة روسيا اليوم شغالة في هذا يعني. وهو نفسه قال ان دي يعني مؤامرة ضد روسيا المسيحية القيصرية. يعني طبعا لما ينطق كلمة اليهود لانه يخشى من اسرائيل واللوب الصهيوني يعني. فقال انه لينين، فلاديمير لينين وهؤلاء الشيوعيون ماذا فعلوا؟ قاموا بانقلاب. هو استخدم، لم يقل الثورة الروسية 1917، بل قال الانقلاب 1917، يعني مؤامرة على روسيا المسيحية. وقال الشيوعيين استولوا على السلطة، وهم بقى قدموا خيانات، منها انه لينين أسس حاجة اسمها الأمة الأوكرانية. فلينين أسس الدولة الأوكرانية، عمل حاجة اسمها أوكرانيا، وعمل مجموعة من الدويلات. يعني هم كتبوا دستور الاتحاد السوفيتي كما قال بوتين. كتبوا الدستور الاتحاد السوفيتي بينص عامل جمهوريات، وبينص على حق كل جمهورية في الانفصال إذا أرادت.
وقال رغم أن الاتحاد السوفيتي دولة مركزية قوية، إلا أنه النص في الدستور هو لغم، يعني كان استيقظ في وقت ما هو لغم موجود، فوقت ما ضعف السلطة المركزية كذا، فقال هذا النص في الدستور كان لغم. قال إيه بقى؟ أنه الحاج لينين والجماعة دول لما أسسوا أوكرانيا ماذا فعلوا؟ قال انه لينين الخائن الشيوعي هذا قام باقتطاع هذه الارض من روسيا، وعمل ايه؟ اعطاها لاوكرانيا. ثم جاء بعد ذلك خروشوف واقتطع القرم من روسيا واعطاها لاوكرانيا. فبقول هذه ارضنا، والسكان الروس دول موجودين في شرق اوكرانيا، لان هذه ارضهم وارضنا ايها الروس، ايها الشعب الروسي يعني. حتى هو لما قال ان لينين هو المهندس المعماري لاوكرانيا، قال ايضا ان ستالين اقتطع اراضي بولندا واعطاها لاوكرانيا، واقتطع ارض من رومانيا واعطاها لاوكرانيا. فيعني اوكرانيا كانت هكذا، يعني اوكرانيا هي الجزء المحاصر في الداخل، لكن باقي اوكرانيا بولندا ورومانيا. فهو نحن الذين ما في حاجه اسمها اوكرانيا دي ارضنا، وبعدين الخونة الشيوعيين هم الذين اصطنعوها وأسسوها، فاحنا بنسترد أرضنا. تحدث أيضا أنه حدود الاتحاد السوفيتي كانت هنا بتضم ألمانيا الشرقية، تشيكوسلوفاكيا، المجر، بلغاريا كما نشاهد. وقال أنه جرت مؤامرة وجرى أخذ هذه البلاد أو سحب الجيش الروسي من هذه الدول: بولندا، ألمانيا الشرقية، تشيك، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، بلغاريا، أخذوها مننا. ثم بعد ذلك قاموا بتقسيم روسيا، بيلاروسيا وأوكرانيا، وهنا أيضا مولدافيا، وهنا بيلاروسيا. وقاموا أيضا بتفكيك الاتحاد السوفيتي وأخذوا دول البلطيق، وبعدين هنا قسموا البلقان. فقال إن أمريكا، يقول بوتين، أمريكا هدفها تدمير روسيا، وهي دمرت روسيا في الماضي وفككت الاتحاد السوفيتي وفككت حلف وارسو، والآن تفكك روسيا نفسها. طيب، وقال إن هذه معركة وجود. لماذا؟ قال لأنه أمريكا بتنشر صواريخ في قلب أوكرانيا مداها 5000 كيلو، تستطيع أوكرانيا أن تدمر أو تقصف العاصمة الروسية موسكو وكافة المدن المهمة في روسيا. وقال إن أمريكا نشرت رادارات في أوكرانيا قادرة على قصف روسيا وتدميرها، وإن هي بتغطي كل الفضاء الروسي حتى جبال الأورال. فقال إذا بقي الوضع هكذا فإنهم يستطيعون قصفنا في 7 دقائق. فقال هذه طبعا معنى كلامه إن دي معركة وجود، نحن لابد، أوكرانيا خطر. انظروا لهذه الخريطة. كما نشاهد على الخريطة إنه هذه حدود أوكرانيا، وهنا طبعا العاصمة الروسية موسكو، وهنا جبال الأورال. هذه جبال الأورال هي اللي هي الغرب الروسي. فهو قال إنه أي صاروخ، إنه في صواريخ منتشرة في أوكرانيا تستطيع الوصول بسهولة إلى موسكو وقصفها، وتستطيع أن تصل إلى سان بطرسبرغ، وتستطيع أن تصل إلى كل المدن الموجودة في روسيا الأوروبية، روسيا غرب الأورال. وقال إن هذه المسألة جد خطيرة جدا بالنسبة للأمن القومي الروسي. وهذا الجزء من الخطاب أنا أعتقد إنه بيقول للشعب الروسي إذا لم ندخل الحرب اليوم سيغزوننا، يعني يجب أن نغزوهم حتى لا يغزوننا. القاعدة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. بوتين يطبقها الآن. طيب، فقال إن أوكرانيا قادرة على امتلاك أسلحة نووية، عندها البنية التحتية. أوكرانيا عندها المصانع بالفعل وعندها البنية التحتية، لأنه كان من أيام عهد الاتحاد السوفيتي. ولكن أوكرانيا سلمت روسيا، وده من الخيانة يعني، سلمت روسيا للقنابل النووية، لكن البنية موجودة، وإذا قدمت لها مساعدات من أمريكا تستطيع أن تقدم القنابل النووية. فقال أوكرانيا عندها أصلا صواريخ تستطيع أن تقصف موسكو، يبقى أنها تمتلك السلاح النووي، هي قادرة. فإذا امتلكت أوكرانيا السلاح النووي سيغير هذا خريطة أوروبا، فبالتالي لابد روسيا تتحرك، وده معناه أنه بقول وجود. قال أوكرانيا عندها مصانع لتصنيع محركات الطائرات، عندها بنية عسكرية قوية، ودي موجودة في شرق أوكرانيا. المصنع محرك الطائرات موجود شرق أوكرانيا، وهذا سر التعاون القوي بين تركيا وبين أوكرانيا.
ولذلك أردوغان الرئيس التركي صمم أنه هو يقف بجوار أوكرانيا، لأنه تركيا هتستفيد من صناعة الطائرات الأوكرانية. أوكرانيا عندها بنية تحتية ومحتاجة تكنولوجيا وتستطيع أنها تعمل تكامل، وهذا الذي جرى بالفعل، أن في تعاون عسكري وتقني بين أوكرانيا وبين تركيا. قال أوكرانيا عندها مصنع صواريخ وصواريخ بعيدة المدى تستطيع أنها تقصف المدن الروسية. يعني نحن لابد أن احنا نمحو أوكرانيا من على الخريطة، وإلا ده مسألة تهدد موسكو. بالمناسبة طبعا احنا القوات الأجنبية، الجيوش الأجنبية حول القاهرة وحول كل بلدان، احنا واحنا القاهرة. انت خلي بالك ان الأسطول الأمريكي على بعد 200 كيلو من القاهرة، على الأقل بوتين بيتكلم في 1000 كيلو يعني بين كييف وبين موسكو يعني. تناول القرم وقال إن أمريكا كانت تريد أن تستولي على القرم وتجعل مقر الأسطول الأمريكي في القرم. فقال لذلك أنا الجيش الروسي عام 2014 منذ 7 سنوات دخل واحتل القرم وقطع الخطة على الأمريكان. أيضا قال تصريح خطير جدا، قال يا جماعة احنا قمنا باحتلال لوهانسك ودونتسك ولكن هذا لا يكفي. وقال لأن رغم أن احنا احتلينا شرق أوكرانيا كي نمنع حلف الناتو من ضم أوكرانيا، إلا أن حلف الناتو قال سنقبل عضوية أوكرانيا رغم أن أراضيها محتلة، وده يخالف الميثاق بتاعهم أو القواعد بتاعتهم. فالجملة دي نفهمها أنه بيقول إذا لابد نحتل كييف العاصمة حتى نقضي على هذا المشروع. السؤال متى؟ هل يحتل كييف اليوم؟ بعد سنة؟ بعد 10 سنوات؟ ده خلاص هو ده خطاب بيشرح سياسة بوتين تجاه أوكرانيا هذه الأيام. طيب قال إن الصواريخ العادية إذا أطلقت من أوكرانيا تصل إلى موسكو في 30 دقيقة، وقال هذا يمثل عنصر المباغتة لنا، ودي حاجة بيسموها، قال هو دي الضربة المفاجئة. أمريكا عندها بتدرس حاجة الضربة المفاجئة لموسكو. وقال نحن روسيا طلبنا أن ننضم لحلف الناتو. أنا بوتين طلبت من الرئيس الأمريكي كلينتون عام 2000 أن أنضم لحلف الناتو، رفض. تخيلوا. فهو بيقول خلاص هم يعني لا يريدون دولة كبيرة. يعني هو قال كده، قال طب احنا عايزين روسيا تكون في عضو حل الناتو، احنا رفضنا نكون معاهم، طلبنا نكون معاهم، هم رفضوا، الامريكان رفضوا، قال لا يريدون دولة كبيرة. فقال هم يستطيعوا قصف موسكو لو اطلقوا الصواريخ تصل في 30 دقيقة من اوكرانيا. وقال الصواريخ الاسرع من الصوت، فرط صوتية، اذا اطلقت من اوكرانيا تصل الى موسكو في 7 دقائق. فكيف نحمي موسكو؟ يعني ما في وقت ان انت تحضر. ثم تحدث عن جانب اخلاقيه، انه اوكرانيا ده مسيحيين ارثوذكس مثل روسيا، وان هم اصلا تابعين للكنيسه الروسيه ولكنهم انفصلوا، فهو يريد توحيد الكنيستين مره اخرى. دي مساله مهمه، لانه الكنيسه جهاز مخابرات تجسسي. عندنا في مصر لما اعضاء الكونجرس الامريكي ياتون الى مصر يقابلون من؟ يقابلون البابا. لماذا؟ لان كل قريه فيها كنيسه، كل حي فيه كنيسه، فكل قسيس في قريه عارف احوال القريه. فإذا عاوزين يعرفوا ماذا الأمريكان مثلا يعرفوا ماذا يجري في مصر بيسألوا البابا. البابا عنده كل تقارير عن كل مصر، فبيقولوا المسؤول ده وبيسكر مع مين، وده بيخون مين، وده بيسرق مين، وهذا يرتشي وهذا كذا. فهو بيطالب بالكنيسة كجزء تجسسي. وده وكنيسة الفاتيكان أسقطت إيطاليا وأسقطت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. كنيسة الفاتيكان كانت شغالة حساب الأمريكان. وطبعا مفهوم الأمة الواحدة، متى تكون أمة واحدة؟ عندما يكون لنا دين واحد ولغة واحدة. وده زي التاريخ الإسلامي كله، احنا التاريخ الإسلامي كله احنا ايه؟ مسلمين. واللغة العلمية اللغة العربية، اللغة الرسمية العربية. لما بدأت الخيانات بدأوا يعملوا تقسيم للغات. يعني انت الشعب ده بيتكلم الفارسية، هذا الشعب بيتكلم الأردية، لكن اللغة اللغة الرسمية أو اللغة الإنتاج العلمي هي لغة عربية. فطبعا لما حصل الانجليز احتلوا بلادنا بدأوا يعملوا اللغات المحلية، وسموها يعني دلعا اللغات القومية. لا قومية ولا حاجة، ده لغات مثلا شعب 30 مليون 40 مليون 50 مليون 70 مليون وعامل له لغة، لما يخرج من الحدود ما يعرفش يكلم ولا واحد. يبقى هي لغة محلية وليس لغة قومية يعني. أيضا قال إن أوكرانيا أبعدت اللغة الروسية. أوكرانيا جزء من الخيانة اللي كانت موجودة انه اي مجموعه سكانيه 10% من سكان اوكرانيا يبقى لهم لغه رسميه. فكان اوكرانيا، فاللغه الرسميه الاوكرانيه واللغه الروسيه.
فاحتلتها روسيا والروس انفصلوا، الروس الأوكرانيين. فأوكرانيا بعد خراب مالطا راحت ألغت اللغة الروسية وقالت لا، اللغة الأوكرانية فقط. مكان من الأول. وذلك مسألة ازدواجية اللغة، إذا دولة أدخلت ازدواجية اللغة في تعليمها وفي كتاباتها، هذا معناه أن الدولة دي ستنهار، وهذا بداية الحرب الأهلية. المهم استخدم تعبير، هو بيقول للشعب الروسي: الأمريكان والغرب بصقوا علينا. تعبير مشين، يعني هم ينظرون لنا كروس كأننا ولا شيء. حتى هو له تعبير سابق في خطاب سابق قال: كنا نقول لهم، للأمريكان والغرب، اسمعونا فلا يسمعوننا. فبقول الآن أصبحوا مضطرين أن يسمعونا. يعني أنا قاعد أحشد الجيش وكل هؤلاء من أجل أن أنا أخليهم يسمعوني؟ يعني إلى أي مدى أمريكا وأوروبا تستخف بروسيا؟ طيب، في الآخر وقع على قرار بانفصال الإقليمين. في الختام، أنا كنت نشرت فيديو منذ عامين وتحدثت عن سهولة احتلال موسكو عسكريا، وإن روسيا دولة هشة عسكريا. وناس بقى كتبت لك لا، الجيش الروسي ثاني هو جيش في. يا عم هذا بوتين هو يتحدث عن هذا. فأنا هترك الفيديو هنا، أرجو الاستماع إليه. حتى البعض اللي بيدعي إن أنا أبالغ، لا، أنا ولا حاجة، أنا بقول الحقيقة. وبوتين هو رئيس روسيا طالع يقول لك إحنا ناس ضعفاء عسكريا ولابد نحتل أوكرانيا. واكتب أيضا عن الفتوحات الإسلامية في روسيا، اكتب صبر مشهور الفتوحات الإسلامية في روسيا. المهم أرجو منكم مشاهدة هذا الفيديو، وهنا فهرس بفيديوهاتي على اليوتيوب، أرجو الاستماع إليها. وأسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، وهنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. وأرجو منكم مشاركة القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.